تغذية الرضع. الطفل بيمر بمراحل عمرية كتير من الأمهات بيكون عندهم تساؤلات عن التغذية بتاعتهم، وإمتى إني أقدر أدخلهم أغذية عادية، وإزاي أقدر أدخلهم الأغذية دي. النهاردة هنجاوب على كل اللي بيدور في عقل كل الأمهات الجدد. يلا بينا نبدأ مع بعض. احنا هنقسم المراحل اللي بيمر بيها الطفل من الولادة لحد ما يوصل ان هو يقدر ياكل الاكل العادي بتاعنا ل3 مراحل. اول مرحلة من عمر يوم ل6 شهور، تاني مرحلة من 6 شهور لسنة، تالت مرحلة من عمر سنة لسنتين. طيب ازاي الام تقدر تغذي طفلها طبقا للمرحلة العمرية اللي هو فيها؟ اولا، تغذية الرضيع من عمر يوم ل6 شهور، وفي المرحلة دي الطفل بيعتمد على الرضاعة الطبيعية بس، وبتكون تقريبا بمعدل رضعة كل من 2 ل3 ساعات تقريبا، والكمية في الفترة دي بتعتمد على حجم معدة الطفل. يعني الطفل في عمر يوم او يومين تقريبا بيحتاج حوالي 15 ملي في كل رضعة، لان معدته بتكون لسه صغيرة جدا. اما بقى اما بيوصل لعمر 6 شهور تقريبا، بيوصل حجم الرضعة الواحدة لحوالي 240 ملي لكل رضعة. وهنا بقى في نقطة مهمة جدا لازم كل الأمهات يعرفوها، وهي إن مدة الرضعة الواحدة المفروض ما تقلش عن تلت ساعة، 20 دقيقة من كل ثدي، لأن أول 15 دقيقة بيكون لبن الأم خفيف. بيكون عبارة عن إيه لبن الأم؟ عبارة عن مية وسكر لاكتوز وفيتامينات دايبة في المية. طيب والخمس دقايق الباقيين؟ الخمس دقايق الباقيين اللبن بيكون غني جدا بالدهون والفيتامينات الدايبة في الدهون، والدهون دي بتساعد الطفل على نمو صحي وكمان بتحسسه بالشبع. يعني من الطبيعي جدا انك تحسي ان لبنك خفيف في بداية عملية الرضاعة، وعلشان كده ما تستسهليش ان طفلك بيرضع بسرعة، لانه كده مش بياخد احتياجه من جميع العناصر الغذائية اللي جسمه محتاجها، وبالتالي نموه هيبقى ضعيف. ودلوقتي هنزل لكم جدول الرضاعة الطبيعية بالنسبة للرضع من عمر يوم لعمر سنة. طيب يا دكتور، انتي اتكلمتي دلوقتي عن الرضاعة الطبيعية، طيب بالنسبة للرضاعة الصناعية وضعها ايه؟ بصوا بقى، ممكن لأسباب فسيولوجية أو نفسية أو مرضية ممكن بعض الأمهات يلجأوا للرضاعة الصناعية، وفي الحالة دي يا ترى الأم ممكن تبدأ بكمية قد إيه؟ ممكن الأم تبدأ بحوالي من 15 ل 30 ملي، ولو الطفل أخدها ممكن تزودي له كمان من 10 ل 15 ملي. وخلال أول أسبوعين تقريبا الطفل بيحتاج من 30 ل 60 ملي لبن صناعي. لكن خلينا نعرف الأساس في تحديد كمية الرضعة من الحليب الصناعي وعدد الرضعات اللي بيحددها ايه؟ عوامل كتير، منهم أو أهمهم عمر الطفل ووزنه، واللي بيساعدك في ده الدكتور اللي انتي بتتابعي معاه. لكن بشكل عام أنا هنزل لكم دلوقتي جدول تقريبي لاحتياج الطفل من الحليب الصناعي طبقا لعمره والوزن. والفيديو الجاي بإذن الله هناخد فيه المرحلة العمرية التانية من عمر 6 شهور لسنة، وهنعرف ازاي ندخل للرضيع الأغذية التكميلية. ولو انت عندك أي سؤال بخصوص تغذية الرضع اكتبهولي في التعليقات. ودي كانت معلومة النهاردة، انتظروني في معلومة جديدة.